مهارة كتابة السكريبتات ما بقتش رفاهية، دي بقت مهارة إلزامية لو عايز تصنع محتوى ناجح يجيب لك عملاء ويعمل لك فلوس ويحطك في مكانة الخبير قدام الجمهور اللي بتكلمه. في الفيديو ده هشارك معاك 5 خطوات تمشي عليهم عشان تكتب سكريبت ناجح. الفكرة الغلط اللي متاخدة عن المهارة دي إنها موهبة أو محتاجة دراسة وتعمق، وأنا كنت مقتنع بالفكرة دي لحد ما اشتغلت في مجال الإعلانات وكتبت سكريبتات لبراندات كبيرة وشفت اللي بيشتغل واللي ما بيشتغلش، وطبقت الكلام ده على محتوايا وجاب لي ملايين الفيوز على صفحات الفتنس بتاعتي. وتقدر تدخل تشوف بنفسك، هسيب لك روابط القنوات في التعليقات. وفي الفيديو ده حابب اديك الخلطة السحرية اللي هتكتب بيها اي سكريبت بثقة وبسرعة وبطريقة تجذب المشاهد. همشي معاك خطوة بخطوة وهتعرف كل التفاصيل اللي محتاجها، مش بس لما تكتب السكريبت لكن ما قبل وبعد كتابة السكريبت اللي لا يقل أهمية عن السكريبت نفسه. أنا اسمي شادي السيد، وعلى مدار رحلتي في التسويق ساعدت براندات من جميع أنحاء العالم تبني حملات إعلانية ومحتوى تسويقي ناجح، وبنقل لك الخبرة دي في قناتي. يا ريت تعمل لايك للفيديو وتعليق بسيط عشان تساعد القناة، وتابعني عشان تعرف الخلاصة في التسويق وإدارة البراندات. أولا تعال نفهم إيه هي مواصفات السكريبت الناجح. السكريبت الناجح بيتوفر فيه 3 عناصر أساسية: الهوك والستوري والكونكلوجن. الهوك ده الشيء اللي بيجذب انتباه المشاهد سواء في الكلام اللي بتقوله أو في الصورة نفسها، وبيخليه عايز يتفرج وعنده فضول يكمل الفيديو عشان يسمع تاني عنصر وهو الستوري. ودي القصة نفسها، ده الجزء الدسم في السكريبت بتاعك. عشان كده الجزء الدسم ده عايز له خلاصة، وده العنصر الثالث وهو الكونكلوجن. والكونكلوجن ممكن يكون نصيحة أخيرة أو حل أو طلب عايزه من المشاهد بعد ما سمع القصة. دي المعلومة اللي هيخرج بيها من الفيديو بتاعك. تعال بقى دلوقتي نفهم ازاي تكتب ال3 عناصر دول بكل احترافية في 5 خطوات. أول خطوة لازم تحدد دور الشخصية اللي في السكريبت ده. دي أهم خطوة وأكتر خطوة بتتنسي. لو ما حددتش دور الشخصية اللي في السكريبت، سواء كان سكريبت ليك أو لشخص تاني، مش هتلاقي فيه تناسق بين اللي بتقوله وبين اللي الناس شايفاه. ودي الغلطة المستخبية اللي بتعطل أغلب صناع المحتوى. فقبل أي شيء لازم تحدد الدور. هل بتكتب السكريبت عشان تعلم الناس حاجة، فالشخصية بتاعتك هنا بتقوم بدور مدرس بيكلم تلاميذه؟ أو لو أنت شخص طالع يلهم الناس، فهتبقى شخصيتك هي شخصية المحفز؟ ولا واحد بينقل أخبار أو تحديثات للناس، فشخصيتك هي شخصية المراسل اللي داخل ينقل معلومة؟ كل شخصية من دول ليها طريقة في توصيل المعلومة، وتحديد الكلام ده بدري بيساعدك في ترتيب السكريبت بتاعك. بعد ما بتحدد دور شخصية السكريبت بتخش على تاني خطوة، وهي انك تحدد ما يعرف باسم التوكينج بوينتس، النقاط اللي انت هتتكلم فيها. وده هيكل السكريبت بتاعك، وده مهم جدا لانه بيعرفك اذا كان السكريبت هيديك مساحة تتكلم، وكمان مهم عشان تقدر ترتب افكارك. في الفيديو ده مثلا اول حاجة عملتها اني حددت هتكلم عن ايه، مثلا عن مواصفات السكريبت الناجح، وبعدين خطوات كتابة السكريبت، وهكذا. فبقيت عارف السكريبت بتاعي هيمشي ازاي قبل حتى ما اكتبه. بعد ما بتحدد النقط اللي هتتكلم عنها بتدخل مرحلة البحث، ودي التالت خطوة. وهنا بتبتدي تتعمق أكتر في كل نقطة. بتشوف غيرك اتكلم عنها من أنهي زاوية، وإيه الزاوية اللي أنت هتتكلم فيها. بتشوف لو في أي أمثلة ولا بيانات تقدر تدعم كلامك. بتبص على تعليقات الناس وتشوف لو في نقط محتاج تضيفها أو أسئلة محتاج تجاوب عليها في السكريبت. وبعدين بتبتدي تغذي your talking points بمعلومات أكتر. كده أنت بقى عندك مادة السكريبت، المعلومات اللي هتتكلم عنها والنقاط اللي هتتناولها مدعومة بالبحث. هتدخل بقى على الخطوة الرابعة وهي كتابة السكريبت نفسه. ودي أسهل طريقة تحول بيها المعلومات اللي جمعتها لسكريبت. أول حاجة بتبتدي تدور في المعلومات بتاعتك على هوك، عن شيء يثير فضول المشاهد. وفي 5 أنواع من الهوكس اللي أنا شايفهم ناجحين جدا. أول نوع هو المكسب أو الخسارة، مثلا بتقول أنا عملت فلوس قد كذا أو خسرت فلوس قد كذا، أو كسبت العدد ده من العملاء في وقت قصير. لو في عندك أرقام ليها علاقة بالمكسب أو الخسارة، دي هوك قوية تقدر تبدأ بيها. تاني نوع هو الهوك اللي فيها تحول قبل وبعد، مثلا ازاي في شخص قدر يخسر وزنه من 100 كيلو ل 70 كيلو، او ازاي قدرت توصل من موظف على قد حاله لصاحب شركة في فترة قد كذا. لو في اي تحول في القصة عندك ابدأ بيه. تالت نوع من الهوك هو الهوك التعليمي اللي بيعلم الناس ازاي يعملوا حاجة او ايه الفرق بين كذا وكذا. ورابع نوع هو هوك الاخطاء، انك مثلا تتكلم عن غلطاتك او انك تتكلم عن اخطاء الناس بتقع فيها. وخامس واخر نوع هو هوك الفضول، مثلا اسرار بتشاركها عن مجال معين محدش يعرف عنها حاجه. ممكن مثلا تقول 3 اسرار عن خساره الوزن المدربين مش عايزينك تعرفهم. وهنا انت هتبص على الهوكس ديت وتشوف انهي هوك هتناسب السكريبت بتاعك. بمجرد ما بتحدد الهوك هتبتدي تضيف ايفيدنس، وده دليل على كلامك. لو السكريبت مثلا بيتكلم عن حاجه مريت بيها انت شخصيا، بتتكلم عن تجربتك سريعا بعد الهوك، لان ده بيزود ثقه الناس في اللي بتقوله. لو عندك مثلا ابحاث او داتا بتدعم الهوك بتاعتك، بتقولها برضو في البدايه. وانت هدفك هنا انك تبني مصداقية مع المشاهد. بعد كده بتبتدي تحط المعلومات الأساسية للسكريبت في قالب خطوات أو مراحل،
حاجة مترقمة تخلي الناس تقدر تستوعب المعلومة بسهولة، زي ما عملت في الفيديو ده وعدتك اني هقول لك 5 خطوات تمشي عليهم عشان تكتب سكريبت ناجح. بالشكل ده انت هتقدر تخزن المعلومة في دماغك وهتقدر تفتكرها وتمشي عليها بسهولة، وبرضه مش هتتوه منك المشاهد. ممكن كمان الجزء ده يتقدم في قالب القصة، مثلا بدأت بكذا بعدين حصل كذا وكانت النتيجة كذا. أهم حاجة ما تقولش المعلومات بشكل عشوائي وخلاص، لازم تكون مترتبة في أجزاء. وبعدين بتقفل السكريبت بحاجة انت عايز المشاهد يعملها، سواء بقى يتابعك او مثلا يحجز ميعاد معاك، وده جزء اختياري حسب السكريبت بتقدمه. لو بتقدم سكريبت تسويقي انصحك تقفل السكريبت بطلب مناسب ليك. بعد كده بندخل على الخامس خطوة وهي طريقة الإلقاء. لو اعتبرنا اللي قلناه من شوية هو مواصفات الطبخة او الانجريدينت بتاعتها، فطريقة الإلقاء هي الطبق اللي هتقدم الطبخة فيه. لازم طريقة الإلقاء بتاعتك تدي تقل للكلام اللي بتقوله مهما كان، لازم تعكس أهمية المعلومات ولازم تضيف الإحساس اللي انت عايز الناس توصل له من السكريبت اللي بتقوله. الناس بتحس بأهمية الفيديو وبتاخد الانطباع الأول عنه من طريقة إلقائك للسكريبت. فحاول تحدد إيه هو الإحساس اللي عايز يطلع، هل هو طاقة، تعاطف، مفاجأة، ثقة، وبعدين تبتدي تمرن نفسك على طريقة إلقائه أو تتخيل طريقة إلقائه وأنت بتكتبه عشان ما تأثرش على الشغل اللي أنت بتعمله. تعال بقى سريعا نلخص ال5 خطوات. أول خطوة هي الشخصية، بتحدد الدور بتاع الشخصية. تاني خطوة بتبص على نقاط الحديث. وتالت خطوة بتعمل البحث والتوسع في نقاط الحديث. رابع خطوة بتكتب السكريبت نفسه والأجزاء الثلاثة اللي اتكلمنا عنها، الهوك، الدليل، القصة. وآخر خطوة هي طريقة إلقائك ليه، لازم تضيف تقل للسكريبت بتاعك. عايزك تراقب أقوى الفيديوهات اللي بتشوفها، وأنا متأكد 100% إنك هتلاقيها ماشية على نفس الهيكل ده. يا ريت لو استفدت من المعلومات اللي قلتها تعمل لايك وتعليق للفيديو عشان تساعد القناة تكبر، واشترك في القناة، أنا بنزل فيديو أسبوعيا. والسلام عليكم.